هي اللي ورثت الموضوع ده لبنتها لولادها، وبعد كده شاركوا الحبايب والجيران وحتى من العزب اما تجينا لوجه الله الكريم وناسها هي والحبايب اهو. بنقطعه كده، نقطعه ونديه للهزه وبعد كده الوساعه والفرن خش على النار. ورينا بتعملي ايه. اتفضل. كده نقطعها كده ونقطعه ودي توسع. قولي لي انت بقالك قد ايه مشاركه معاهم بقى وبتشتغلي؟ ادي 5 سنين ولا 7 سنين. بتعملي دورك ان انت تقطعي كده؟ ايوه دور اقطع كده. تمام. انا دوري انا ايوه لله. ايوه اما نقطع. يقول لك ليه تضيعي وقتك؟ لا ما ده مفرح اليوم اللي اجي هنا. ايوه وده اللي ربنا يجعله من ميزان حسناتنا، وربنا يخلي الحاجه ام مصطفى اللي هي سببت في المشروع ده. ايوه كانت اما تخبز هي اللي علمت البلد كده، اتولت وبنتها والاهل الحته هنا. ايوه ام مصطفى العايس هي اللي بدات بكده. هي ام دي الكبيره بدات بتاع 50 كيلو. يعني نقدر نقول العيله اللي ورثت الموضوع ده. ايوه الحاجه ام مصطفى العايسه هي اللي ورثت الموضوع ده لبنتها لولادها، وبعد كده شاركوا الحبايب والجيران وحتى من العزب اما تجينا. كل الناس بتيجي بقى. ايوه لوجه الله الكريم وناسها هي والحبايب اهو. الحاجه عدليه وام حسام والحبايب كلهم كده اما يجوا، والحاجه ام حماده. في ناس بتقعد تقول لا مستحيل. لا مش مستحيل. احنا عايزين مقابل. لا مش ده مقابل لله. ده مقابل لله. ايوه وبين صحتنا لله كده يتبقى الناس تعمل كده. قولي بقى بتشاركي معاهم بتيجي تشتغلي من الساعه كام لكام؟ من 8 لحد اخر النهار، وفي ناس ما تيجي بالليل. متقبلين الفكره دي؟ ايوه طبعا. ايوه اهل بيتي يجوز يقول له روحي عشان لله كده اهو. ده شهر في السنه الواحد يوهب سنه شهر بتشتغليه اللي هو اول شهر تحميص اللي هو الحصى يتحمص. تاخدوا شهر تحمصوا. ايوه هم اولاد الجماعه دول يحمصوا ويروح المكن يطحن. والخبيث بقى ده شغال السنه الشهر كله. الشهر كله. ايوه عشان مقابل رمضان 3 افران. ايوه 3 افران شغالين. ايوه بتشتغلوا يعني ده في السنه بتشتغلوه ممكن تكملوا رمضان بقى. ايوه حسب الحصى اللي عندنا. حسب الحاجه اللي عندنا.